السلام عليكم، أهلا يا سكر، أهلا فيكم على فيديو اليوم. معكم بيان ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم صورته بطريقة شوي مختلفة وإن شاء الله هيك رح تعجبكم. حاول تصور كتير شغلات خلال النهار، يعني هيك صورت كتير شغلات وبنفس الوقت ما خليت الوقت يكون كتير طويل لحتى ما يكون ممل. بدي إياكم بس تخلصوا الفيديو تكتبوا لي آرائكم تحت بالتعليقات، وإذا عجبكم هيك طريقة التصوير ولا لا. ويلا خلينا نتابع الفيديو للآخر. اليوم هيك أخدتكم معي بنهار كامل وتحضيراتي الكاملة لأسبوع مليان، يعني كيف خلال يوم هيك بجهز لأسبوع، وبضل هيك خلال الأسبوع تقريبا رايقة، وهيك مهامي واضحة وأيامي واضحة وشو علي واضح. فإن شاء الله تستمتعوا وتستفادوا كمان بنفس الوقت من هذا الفيديو. اليوم فايقة بكير كتير بعد صلاة الفجر تقريبا، صليت وجهزت أمور إسلام وراح على دوامه، وبعدين هيك قعدت شوي رسمت على الدفتر، وهلا رح فرجيكم شو رسمت. وبعدها مثل ما شفتوا شربت فنجان أو كاسة زنجبيل. كتير بحب الزنجبيل بالشتوية، بحس إنه بخفف المرض عندي، وبنصحكم إنه تجربوه، يعني هو مضاد مناعة. وهيك أكلت معه قطعة حلويات اللي هي غريبة بالقشطة، كتير بحبها، صبايا بحسها معنا كتير حلوة. وهي رسمتي. كتير بحب الرسم أنا، صبايا، ما بعرف إذا بتعرفوا هذا الشي ولا لا، ولكن على الصدفة لأرسم، يعني على الصدفة لأرسم. هلا هون صبايا بعد ما خلصت كمان اجاني كارغو، فحبيت صور لكم يا شو وصلني. اللي وصلني هو، اذا بتتذكروا بالفيديو اللي قبل الماضي كنت عم بعمل ديكور المدخل عندي بالبيت، فكنت موصية على علاقة مفاتيح وما وصلت بوقتها. اليوم وصلت، كتير تأخرت ما بعرف ليه. هيك مكتوب عليها هوم. علقتها هون هيك مبدئيا فوق المراية، ما بعرف إذا رح أغير مكانها ولا لا. اكتبوا لي شو رأيكم فيها. هون هيك فيني أعلق عليها المفاتيح، وهون حطيتها حد الباب. أما هلا بعدها صار وقت إني أعمل الفطور. قمت هيك على السريع عملت فطور سريع. قبل بيوم شو كان عندي؟ كان عندي فطاير، كنت عاملة فطاير بسبانخ وفطاير بجبنة، وبحب يعني إنه على الصبح إذا زاد عندي من قبل بيوم فطاير مناقيش، هي الأشياء بحب أفطر عليها صراحة. فهيك عملت فطور سريع سريع، لأنه كان بدنا نطلع برا البيت. هون صبايا اجيت على السوق لجيب لوازم الاسبوع، منظفات خضرة. كان لازمني كتير شغلات صراحة، بس عم فرجيكم الشامبويات. هلا هذا الشامبو اول مرة بجيبه، بالعادة بجيب منه الصابون الايدين يعني. اسمه دلان. ليش بحبه صبايا؟ لانه ما فيه ولا شي مواد مضرة ابدا، يعني صفر. بتحسوه خام، يعني ما فيه لا برابن لا سيليكون، هي الاشياء اللي بتضر انا ما بحبها. يعني ما بعرف اذا صرتوا حافظيني ولا لا. فجبت منه. كمان جبت بانتين، كمان صفر هي الأشياء. وفي كريم، ما بعرف إذا شفتوا هيك مكتوب عليه دي بي. كريم شعر بعد الحمام، لأول مرة بجيبه، يعني هيك مع الوقت إن شاء الله إذا عجبوني رح لكم شو الظريف وشو اللي مو ظريف منه. بعد هيك صبايا بعد الفترة الطويلة بالسوق، طبعا انتو شفتوا شي هيك بسيط، بس هي كانت طويلة. هون اجا وقت الطبخ. سلقت معكرونة، ورح اطبخ هيك معكرونة بطريقة كتير بحبها وطيبة صبايا، وسريعة كمان بنفس الوقت. وبعد ما خلص طبختي رح نضب الاشياء والمشتريات اللي جبناها سوا، والخضرة رح حطهم بالبراد. فيلا خلينا هلا نخلص من المعكرونة بالاول، رح لكم كيف الطريقة هيك بكل اختصار، وقديشها طيبة. عن جد بنصحكم انه تجربوها. اول شي هون حطيت شوية زيت زيتون، وبعدين بنزل عليهم البصل. بكون مقطعة شوية بصل هيك شرحات كتير ناعمة، او مو شرحات يعني هيك قطع كتير ناعمة.
وبعدين هيك بتركهم لحتى يتقلوا شوي. وبهي الأثناء شو بكون عم بعمل؟ بدي أقطع البقدونس. رح أقطع البقدونس أنا وياكم لبين ما يتدبلوا البصلات شوي، وبعدين رح احط بقية المكونات. رح قلكن شو رح احط ورح قلكن شو بعمل وشو البهارات اللي بحط لها اياها وقديش بتطلع طيبة. بعد ما تشوح البصل معنا هون رح نزل اللحمة، بنزلها لحمة وبعدين بقلبهم شوي مع بعض لحتى يتدبلوا كتير منيح. اللحمة ما بحط لها بهارات، ما بحط لها ملح، ما بحط لها اي شي لحتى اتأكد انها استوت تماما. بعد ما اتأكد انه هي عن جد استوت تمام وخلص ما بدها اي شي، هون بزيد لها البهارات واللي هن هي الأكلة صبايا كتير مهمة البهارات فيها، لأنه هي هيك اللي بالآخر رح تعمل لنا النكهة كلها والصوص. يعني كتير مهمين البهارات اللي فيها. أول شي هون حطيت أنا معلقتين تقريبا دبس فليفلة. ما تحطوا دبس بندورة، يعني أنا ما بحط لا أبدا دبس بندورة، بس دبس فليفلة. بعدين رشيت رشة منيحة ملح. حطيت هون كاري، وبعد الكاري رح احط هون عندي هي المعلقة حاطة فيها فلفل ابيض وهيل مطحون. انا اي شي فيه لحمة بحط له هيل، يعني بأي طبخة بالعالم بطبخها فيها لحمة بحط لها هيل وبحط لها ورق الغار. هلأ هون حطيت شوية قرفة كمان. بخلط كل البهارات اللي حطيناها مع بعض كتير منيح مع اللحمة. وهون بنزل المعكرونة. نزلت المعكرونة اللي سلقناها وبعدين بخلطهم هيك شوي مع بعض. انا صراحة خلطت كتير هون بوقتها فلبطوا شوي، انتو ما تخلطوا كتير المعكرونة. وبعدين مثل ما قلت لكم، ما قلت لكم البهارات هي اللي حتعمل لنا النكهة كلها. فشو بعمل انا هون؟ بزيد لهم هيك فنجان مي صغير، لانه هو رح يطلع لنا هيك صوص طيبة، خصوصا مع النشويات اللي بتطلع من السباجيتي. فعن جد بيطلعوا هيك كلياتهم مع بعضهم طيبين. اخر شي بس تأكدت انه كل شي استوى وكل شي تمام، بحط لهم البقدونس اللي فرمناه فرمات ناعم، بحطه هيك مع بعضهم وبطفي الغاز وبتركه. حطيتهم هيك على الغاز، تركتهم وطفيت تحتهم الغاز. بس عملت عيران وهيك أسرع غدا بالعالم صار جاهز. أنا بحب كتير الطبخات السريعة، خصوصا بالنهار اللي بيطلع فيه برا البيت وبيكون عندي شغلات تانية غير البيت. وهلا صبايا بعد الغداء، فهيك رح ضبضب الخضرة كل شي مكانه. بس بدي احكي لكم هيك شغلة صغيرة، انه انا ما بغسل الخضرة، خلص بحط كل شي بمكانه مثل ما هو. فترات ماضية كنت جرب اني اغسلهم، احط خل واغسل الخضرة واعقمها وبعدين احطها بالبراد. حسيتها بدغري بتبيت وما يعني ما بحافظ على حالها، بتحسوا انه خلص دغري بتخرب. فاللي بعمله لا، ما بغسل الخضرة. احيانا بس البقدونس صراحة بغسله بفرمه بحطه بحافظه، بحط محرمة تحته ومحرمة فوقه، وهيك امتى ما بدي طلع يعني بقدونس مفروم اسهل لي.
هي الشغلة الوحيدة صراحة بس. أما باقي الخضرة فكل ما بدي نوع معين بطلعه وبغسله بنفس اليوم، بعقمه بحط له شوية خل وخالصين. أما هلا صبايا فبدي أحكي لكم كيف هيك بخطط للأسبوع بالنسبة لحوالين البيت، يعني الأشياء اللي حول البيت. أول شي بعمله بالنسبة للأكل في عنا 3 شغلات. يعني أول شي مثلا بالنسبة لطبخة اليوم اللي بعمله اني بكتب ليستة كل بداية اسبوع للطبخات اللي حابة اعملها، وبكتب بعدها شو ناقصني اغراض لهي الطبخات وبشتريهن هيك بنفس اليوم. هيك بحس انه بيوفر علي جهد تفكير شو اطبخ شو اعمل كل يوم، وجهد اني روح اوصل الاغراض كل يوم شو ناقصني صبايا. أه بصراحة بعمل حوالي 4 ل5 طبخات خلال الأسبوع، من ضمنهم مثلا 2 كبار 3 صغار حسب يعني. وللأمانة يعني ما بحدد إنه مثلا بهذا اليوم يوم الثلاثة بدي أعمل هاي الطبخة بشكل محدد، لا. بس مثلا إنه شو بيجي على بالي خلال الأسبوع رح أطبخ. يعني مثلا هذا الأسبوع لنفترض إني مقررة معكرونة كبة كبسة ووصفة جديدة مثلا حابة إني أجربها، بقلب الأسبوع بقرر إنه اليوم والله شو جاي عبالي اعمل من بين هدول الاكلات، جابالي والله اعمل الكبسة خليني اعملها اليوم وبعملها. مثلا اليوم اللي بعده ما بيكون عندي وقت عندي طلعة بعمل طبخة سهلة مثلا المعكرونة، وهكذا بالنسبة للطبخات خلال اليوم. بس في ملاحظة صغيرة بدي احكي لكم اياها، انه غالبا الطبخات الكبيرة بتضل يومين عندي. يعني الطبخات اللي بتتحمل انه تبيت او تتسخن تاني يوم خلص بعملها عن يومين وبريح حالي. تاني شي بالنسبة لللانش بوكس تبع إسلام للمدرسة كمان نفس الموضوع. ما بحب كل يوم فكر بكرة شو بدي حط له وشو ناقصني، لا بأول الأسبوع بقرر وبجيب الأغراض الثانوية مثلا التوست الحليب العلب الصغار فريز جوز، يعني هي الأشياء اللي بحط له إياها بالعادة. هاي بالنسبة لللانش بوكس. وغالبا صراحة بعمله بعمل كمية منيحة من البانكيك. هو كتير بيحب ياخد معه بانكيك أكتر من الساندويش. يعني غالبا لما ببعت معه ساندويش بحس إنه بيرجعه معه، أما لما ببعت له بانكيك بحس إنه بياكله. فبعمل بانكيك عن يومين وبحطهم بالنص بالفريزر ونص ببعته معه مثلا اليوم، وبحط له يا لللانش بوكس بالليل، تاني يوم بيكون جاهز وبياخده معه. هلأ تالت شي بالنسبة للحلويات أو هيك أكلات كمان نفس الموضوع صبايا، لأنه أكلة الحلو فجأة بتجي على بال الواحد، ومثلا فجأة بتلاقي مو ناقص أغراض مو ناقص أغراض يعني هيك. كمان بجيب مثلا مقرر جعبالي هذا الأسبوع أعمل مثلا تشيز كيك لنفترض، بجيب كل الأغراض وبحطهم بعلبة، بس قررت فجأة أو مثلا إجاني ضيوف فجأة بعملها. أما بالنسبة لبقية الأغراض مثل الجامبو المنظفات وهي الأشياء كل أسبوع بشوف شو ناقص وقرب يخلص كمان بجيب. ما بجيب لشهر وهيك صراحة، أول بأول يعني، وبحب جرب كتير أنواع وبغير لهيك ما بجيب كميات كتير كبيرة. هي هيك كان بالنسبة للبيت وحول البيت هيك بخطط للأسبوع. هلأ أكيد بخطط لحياتي الشخصية، برنامج مشاوير مواعيد وهي الشغلات يعني. وهي الخطة الأسبوعية كمان بتسهل هيك علي حياتي اليومية روتين حياتي كامل. أكيد يعني كله هاد يعني ما بيكون مثلا بشكل يومي إنه كل يوم بعمل وكل يوم بخطط وكل يوم بمشي على الخطة، لا لا لا، أنا كتير إنسانة مزاجية. يعني أحيانا دغري بكنسل على الخطة وبغير اللي ببالي. بس في شغلات هيك صغيرة لما لما تخططوا لها او لما تخلص تضل ببالك انه عندي موعد لقاح لنفترض، هيك يضلوا ببالك من اول الاسبوع، بتترتب الحياة او بصير في شيء اسمه روتين بحياتنا. هلا انا اكيد ما بآمن بالروتين انه كل يوم نفس الاشياء، ولكن بعض الاشياء الصغيرة بترتب الحياة وبتريحني كتير. إذا بتحبوا صبايا هيك احكي لكم بشكل مفصل عن موضوع الخطط هيك الأسبوعية أو الروتين الأسبوعي والروتين اليومي، يعني بالبيت وحول البيت أو غير، اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإن شاء الله إن شاء الله بالأيام الجاية بنحكي عن هاي الشغلات أكتر اللي أنا ساعدتني، وإن شاء الله أكيد رح تساعدكم. هلا هون هيك عم نشوف شو في شغلات الناقصة، مثلا الزيت المنظفات وهي الأشياء عم عبيها، وهيك منظرهم بس يتعبوا الشغلات كلياتهم بتحسي هيك براحة نفسية سبحان الله. هلا بالنسبة لموضوع التنظيف، فصراحة أنا ما عندي إنه أنا كل أسبوع بعمل نفس الشغلة، لا. خلص شفت شي توسخ بعمله بنفس اليوم، أو مثلا أنا اليوم ماني قدرانة أعمله بقول إنه خلص بكرة إن شاء الله هذا أولوية، يعني هذا لازم أعمله،
هاد لازم نظفه. اما انه كل اسبوع نفسهم التنظيفات، لا صراحة. بس شوف شي انه جاي عبالي اني نظفه وتوسخ بعمله. وكل فترة، او يعني مو كل فترة، كل يوم بحدد مثلا مكان بالبيت بعمله. يعني هي الشغلة مريحتني انه ما يصير عندي تراكمات، كتير بتريح هي الشغلة. مثلا كل يوم درج، كل يوم مكان معين، مثلا كل 3 ايام الشراشف، وجوه المخدات، يعني هدول الشغلات. هلا بالنسبة للغسيل مثلا كل يوم، بالنسبة للجلي اكيد كل يوم. كل يوم بشغلهم المسا مثلا، والصبح بيكونوا جاهزين، بس بحطهم اماكنهم. هي بالنسبة للجلي. الغسيل كل يوم الصبح او المساء، حسب امتى فيني انشرهم يعني، وبنشرهم وهيك يعني. هي بالنسبة للتنظيفات. ما في شي عندي انه كل اسبوع بعمله، لا. هيك التنظيفات اليومية هي اللي بتخلي كل الاسبوع مريح. ما في هيك عندي يوم معين زرك بالاسبوع. هلا اكيد بعد العطلة الا ما يتكركب شوي ويصير عندك شغل اكتر، كونه الاولاد معطلين، وكونه عطلة وانت هيك حابة تقعدي معهم اكتر، فبصير في شوية هيك كسل بالبيت. بس يعني كله بينحل يعني، تنين بنص ساعة، ساعة بيخلص البيت معي. وهلا هيك صبايا، هيك بنهاية اليوم كافئ حالي هيك مكافأة صغيرة لو شو ما كانت تكون. طبعا سيلين حدي يعني من اول الفيديو، سيلين حدي وصوتها طالع بالفيديو. الحمد لله انه صوتها طلع الاسبوع الماضي، حرام كانت كتير مرضانة وتعبانة، فهلا مبسوطة فيها يعني. تاركتها اعملي اللي بدك اياه، المهم انك انتي بصحة وبخير. الحمد لله رب العالمين، الله يحميلكن ولادكن. عم لكم هون هيك بكافئ حالي بماسكات، بتفرج على التلفزيون، اذا كنت عاملة اكلة حلو بناكلها. وبس والله صبايا، ان شاء الله تكونوا هيك استمتعتوا وانبسطتوا معي بهذا الفيديو. بتمنى لكم ايام حلوة واسبوع حلو، وما تنسوني من دعوة حلوة، وإلكم المثل يا رب. مع السلامة. باي باي.